هي شجاعه منه، بس ايه الفايده من الشجاعه دي؟ ايه اللي عائد على المنتخب؟ المنتخب التونسي فرط في فرصه سانحه بالنسبه له انه يوصل على الاقل المربع الذهبي، لانه يملك الادوات وقدم مستوى كبير في الثلاث مباريات السابقه. فعليه انا كمشجع عربي للمنتخب التونسي انا حزين، لان المنتخب التونسي قدم مستوى كبير للكره العربيه وقدم مستوى هجومي. ما يحزنني اكتر ان تونس ما لعبتش. انت تعرف لو لعبت والنتيجه سيئه الناس كانت مبسوطه، الجو العام في تونس كان مبسوط صح في المباراه السنغال خاصه. انما ما يحزن اكتر هو الاداء، انت ما لعبتش وخاصه في الشوط الثاني. ده اللي سبب الحزن وسبب حزن الجمهور. الاداء العام، الاسلوب، الطابع الهجومي اللي كان موجود لدى المنتخب التونسي فين؟ هتقول لي معز انت قلت حاجه بدنيه. اوكي، خلال المباراه السابقه والمباراه بتاع النهارده 4 ايام تعمل ريكفري عالي ومتوسط السن بتاعك صغير 25 26. فالمساله مساله تركيز والاستعداد النفسي اللي احنا اشدنا بيه للمباراه السابقه لا ما كانش موجود. تحس في الشوط الاول في ثقه زياده. تمام؟ 1 2 التغيير اللي انت عملته في الدفاع انت ضربت بيه الفريق ككل. وايضا المباراه دي بتخلص بتفاصيل صغيره من ضمنها الكرات الثابته. اولا الاثنين اللي راحوا لاعيبه تونس السليتي، الاثنين اللي راحوا على بانسي او الاحمر المفروض يرمي نفسه، ما يروحش على رجليه، يرمي نفسه ويخلي يقتل زاويه الشوط تصويب نفسه تيجي الكره فيه. انما ايه لازمتك وانت رايح انت الاثنين رايحين على رجليكم؟ لازم ترمي نفسك تخلي الكره تخبط فيه. وبجانب ان يعني عبد النور انا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا. عيب لما لعيب كبير يبقى فاقد الثقه. هي علامات كتيره ودفع الثمن المنتخب التونسي على حساب الفرد وعلى حساب ثقه الفرد. المفروض ان عبد النور من اللعيبه الكبار اصحاب الخبرات، اللعيب الصغير هو اللي ياخد الثقه منه. ما عليه حزن في حزن، بس نبص بقى للجانب الايجابي. انت عندك تصفيه كاس عالم اكيد لا ما ياثرش عليه في مشوار التصفيه. سناتي بعد قليل ان شاء الله المستقبل هذا المنتخب بغض النظر عن ما قدمه اليوم بالطبع، لانه اوكي زياد طبعا كانت جانبية. الفريق التونسي في المباراة المجموعات أنه لدينا منتخب جيد وقادر على لعب الكرة، معناها نحاول استخدامه من المنتخب التونسي، لكن لدينا تصفية كأس العالم مع الكونغو. فريقا فائزا طبعا خبرات، الفريق ينقصه بعض الخبرات اكتسبها من خلال التجربة ومن خلال المباريات الأربعة اللي خاضها. بالنسبة للمنتخب التونسي، المنتخب التونسي عليه دايما في الفترة القادمة وخاصة في مباراة تصفيات كأس عالم أن يحتفظ بأسلوبه اللي كان مميز بيه في الثلاث مباريات. وزي ما قال حاتم ياخد الإيجابيات ويعالج السلبيات، ودايما المساندة اللي كانت موجودة من المسؤولين أو الاتحاد الكرة دايما تبقى موجودة لهذا المنتخب الشاب. الشكر مؤقت